واش خباركم باللي الطاجين ديال الصحراء كيطيب دابا في ميريكان على نهار مهيله، وباللي ميريكان زيرات الصمطه مزيان وقالت لكل شي بركه من تفليه؟ مرحبا بكم في حلقه جديده. جيبوا كاس ديال اتاي بالنعناع وركزوا معايا بزاف، حيت هذا الشيء اللي غادي نقول لكم مهم وطاري وتاريخي. باش نحطكم في السياق ديال المعقول، هذه القضيه ما بداتش غير اليوم، من الايامات ديال شهر واحد في 2026 والماكينه الميريكانيه كتخدم. مشاو في شهر جوج بالضبط في 98 في مدريد، تما جمعوا الفراقي كاملين مع المبعوث الاممي ستيفان دي ميستورا ومساعد بولوس اللي مكلف من عند الرئيس الامريكاني شخصيا. تما بداو كيقشروا الرمانه وكيقربوا المسافات، ولكن الضربه الصحيحه والقضيه الكبيره طرات بعدها مباشره في واشنطن، تما فين طاح كاو. سمعوني مزيان، نهار 23 و24 في شهر جوج ديال 2026 جمعوهم في قلب واشنطن وماشي في نيويورك كما موالفين. ردوا البال لهذا البلان، ميريكان جابتهم لعندها، سدوا عليهم البيبان ديال قاعات الحكومه حيث الدوسي قاصح وطلبوا السريه التامه. ما كاين لا صحافه لا كاميرات لا تصاور. شكون حاضر في هذه الروينه؟ عندك ناصر بوريطه ممثل المغرب، جالس معزز مكرم وعارف اش كيدير، وحاضر عطاف وزير الخارجيه ديال الجزائر، وموريتانيا جايه كملاحظ محايد باغيه غير الستره لحدودها، وحاضرين حتى دوك الناس ديال البوليزاريو بيبيسات وعمر وسعيد. وشكون كيسير هذه الجلسه؟ ديميستورا مع مايكل والتز سفير ديال ميريكان في الامم المتحده، ومساعد بولوس شاد حتى هو الخط. يعني ميريكان ما بقاتش غير حاضره كتشوف في المدرجات، ولات شاده الفولون وكتسوق المسار كامل. وعلاش هادشي كامل وشنو الموضوع؟ حيت الامم المتحده خرجت بقرار 2797 اواخر العام اللي فات، وقالت كلمه واحده: الحكم الذاتي ديال المغرب هو الاساس المعقول. المغرب بصفته معترف بمغربيه الصحراء من عام 2020 قال لهم دابا غادي نهضروا في التفاصيل ديال التطبيق، بركه من الهضره الخاويه. المغرب جاب دوسي فيه تقريبا 40 صفحه من المقترحات المحدثه، مقاد مصاوب كيشبه التجارب الناجحه ديال التسيير بحال كاتالونيا في اسبانيا ولا غرينلاند الحرب تليا. المغرب كيقول كل شيء غادي يتدبر محليا عند الناس ديال المنطقه، تعليم صحه ضرائب، ولكن رايه والدفاع والفلوس كيبقاو تحت السياده ديال الرباط. المغرب جالس بحال السبع ضامن راسو ومدعوم الصح. والجهه الاخرى الجزائر كتقول حنا غير حاضرين كملاحظين كنشوفوا، ولكن العالم كامل كيعرف باللي هما اللي محركين اللعبه بالتليكوموند وراء الستار. والبوليزاريو باقين حاصلين في ديك الاسطوانه المشروخه ديال الاستفتاء والانفصال. ولكن المشكل اللي عند هاد الخصوم دابا هو ان ميريكان ما زاقياش وما بقاتش غاديه تتسنى. ميريكان زادت في الضغط بالجهد، كتقول لهم يما تقبلوا الواقع ديال الحكم الذاتي يما غادي تشوفوا اجراءات صارمه ما غادياش تعجبكم. الامم المتحده قالت باللي النقاش كان مشجع وعميق، رغم ان ديك الهضره ديال تقرير المصير باقيه كدور غير باش يلقاو ليها شي تخريجه ترضي الجميع وتحفظ ماء الوجه ديالهم. كيقولوا باللي كاينه جوله اخرى في شهر 4 ديال هذا العام قبل ما يجتمع مجلس الامن، والهدف الكبير هو يخرجوا باتفاق اطار، شي حاجه مكتوبه ومسنيه قبل من شهر 5 ديال 2026، يعني قبل الصيف. خاصك تعرف ان هذا الملف كان مبلوكي من 2019 ودابا طار بسرعه الضوء. امريكان عندها مصالح باغيه تطوي هذا الصداع باش تفتح الطريق ديال الاقتصاد والاستثمار في افريقيا، والمغرب هو الساروت ديال الباب. شوفوا الخوت، 50 عام وحنا كنسمعوا هذه الحريره، الصحراء في مغربها والمغرب في صحراوه، ولكن اللي زوين دابا هو ان العالم كامل ولا كيهضر بلغه واحده، لغه الحكم الذاتي والسياده المغربيه المطلقه. الطيران في الخوا ما كيوكلش الخبز، واللي كيخدم بالمعقول وكيمشي نيشان بحال بلادنا كيوصل للنتيجه، واللي في جهه الجيران يمشيو يديروه حيث القافله غاديه مبرعه. واش كتبان لكم هذه القضيه غادي تتسالى رسميا هذا الصيف؟ واش هذا الضغط ديال الميريكان غادي يجيب الطريق؟ خليو لي رايكم في لي كومونتير ونهضروا فيها. ديروا جيم لهذا الفيديو، صيفطوه لصحابكم باش يعرفوا شنو كيوقع، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. تهلاو وديما مغرب.